الانطلاق في أشغال إعادة الاعتبار وترميم أرصفة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، اللي هما 4 أرصفة اللي كانوا عرفوا وضعية تدهور يعني معتبرة. من بينها رصيف اللي كان غير مستغل منذ أكثر من 8 سنوات، ولكن بتمويل ذاتي من طرف المؤسسة تسيير المواني، وتوضع برنامج اليوم بقيمة تقريبا 3.5 مليار دينار جزائري لتدخل في برنامج إعادة يعني ترطيب كل ما هو النقل البحري. ولهذا هذا 4 الأرصفة يتم استقبال تاعهم كأول مرحلة من نهاية السنة لزوج أرصفة، رصيف 18 ورصيف 21، وخلال السنة 24 إن شاء الله يتم يعني استقبال قبل نهاية السداسي الأول ل 24 الأرصفة الأخرين. هكا يكونوا عندنا 4 الأرصفة يكونوا في الخدمة في الاستغلال. هذا ما راح يقوي يزيد يدعم يعني قوة الاستيعاب والاستقبال لميناء الجزائر العاصمة. نفس العملية راح نقوم بها إن شاء الله في الثلاثي الثالث لسنة 23 مستوى ميناء عنابة، اللي هو ثاني يتطلب عملية ترميم وعملية يعني تدعيم الأرصفة بيكون يعني تكون عندهم أكثر إمكانيات لاستقبال البواخر.